بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستحيوا من الله حق الحياء، فإن الحياء من أجل الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وإذا كان دخول الجنة مرهونا بالإيمان فاعلموا أن الحياء من أعظم شعب الإيمان ومن آخر أجزائه. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الدين. وذكر الحياء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياء من الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. أيها المسلمون، إن الدين الإسلامي الحنيف جاء داعيا ومتمما لمكارم الأخلاق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالإيمان والخلق الحسن أمران متلازمان، إذ إن الأخلاق الحميدة مكملة للإيمان. فالحياء أيها الأفاضل خلق فضيل، وهو يكون عند الإنسان بقدر الإيمان في قلبه. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال ابن القيم رحمه الله مبينا فضل الحياء وأهميته: الحياء أصل لكل خير، وهو أفضل وأجل الأخلاق، وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. ولولا هذا الخلق لم يوفى بالوعد ولم تؤدى الأمانة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، شعبة يعني طائفة. إخوة أمة الإسلام، إن من مظاهر نقص الحياء انتشار الألفاظ النابية والتصرفات المشينة، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والكذب والتدليل، وعدم احترام مشاعر الآخرين، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن يراعى فيها ما يراعى في غيرها من التزام الآداب والأخلاق ومراعاة كل ما ينتهك حرمة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الحذراء في حجرها، متفق عليه. الحياء خلق الأخيار وصالحين من عباد الله المخلصين، وقد مدح الله أهله، فالملائكة المقربون والرسل الكرام والإتباع المختفون كلهم لهم نصيب من الحياء. قال صلى الله عليه وسلم في عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ووصف موسى بأنه حي فقال: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحياء منه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان أشد حياء من المخلوقات، كان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من خل حياؤه خل ورعه.
ومن خل ورعه مات خلبه. وقال أبو عبيدة الناجي رضي الله عنه سمعت الحسن يقول الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم يكونا في عبد إلا رفعه الله عز وجل بهما. وقال ابن عطاء رحمه الله العلم الأكبر الهيبة والحياء، فإذا ذهبت الحياء والهيبة لم يبق فيه خير. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قلة الحياء من علامات الشقاوة. قال الحذيفة ابن يمان رحمه الله لا خير في من لا يستحي من الناس. قال الأسمعي رحمه الله من كساه ثوب الحياء لم ير الناس عيوبا. قال الحكماء القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياء دليل الخير كله. قال الحسن رضي الله عنه 4 من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يسونه، وحياء يقوده. قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله إني لا أضع صوبي على وجهي في الخلاء حياء من الله. قال العلماء ما عاقب الله خلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. عباد الله من الحياء ألا يرتدي المسلم لباسا لا يناسبه، إذ يجدر بالمسلم انتقاء الملابس التي يصلح أن يقابل بها الناس. ومن الحياء أيضا توقير الكبار واحترامهم، ومراعاة الأطفال، والحرص على عدم مزاحمة الإناث في الأماكن العامة. فالحياء خلق عظيم يجب أن يظهر في حياة المسلم كلها، وأن ينشأ المسلم أبنائه ويربيهم عليه، وأن لا يتركه في أمره كله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.